السلام عليكم. اليوم عندنا كلاش ثاني تاع انوش مافيا في غابة الافاعي. اوكي هاد الخطرة بالفيرسيون تاع Beautiful. مرحبا، ذهبت إلى الجزائر لأن تلقينا مكالمة من هناك، بحيث يوجد هناك غابة تسمى بغابة الحمقى. سميت غابة الحمقى لأن يوجد بها حيوان أحمق، هو أسود اللون يعني، ويوجد ويعيش هناك، يتغذى على الضفادع وأحيانا الأرز الهندي. حيوان خطير لكنه لا يؤذيك، إنه حيوان يهاجم بها كلمات عجيبة. تابعوا معي. هذه هي الغابة، لقد ذهبنا إليها وتمشينا بعد، لكن إنها غابة كان يطلق عليها باسم غابة الأفاعي، وعندما اكتشف هذا الحيوان الأحمق أصبحت تسمى بغابة الحمق. إنها غابة جميلة لكن حمقها هذا الحيوان، إنه حيوان خطير، سوف نراه بعد قليل. لقد وضعنا كاميرا خفية لكي نرى هذا الحيوان، لأنه حيوان شرس يخرج على غفلة ويتكلم معك كلمات تضر عقل الإنسان. سوف نرى ذلك، ابقوا معنا. تكلمنا مع بعض السكان الذين يسكنون قريبا من تلك الغابة، والعجيب في الأمر أنه لا يتعدى عليهم. إن تلك القرية تبعد عن الغابة ب100 قدم. تكلمنا مع بعض السكان هناك وقالوا لنا أنه يصدر أصواتا غريبة ويخرج منذ حوالي الساعة 5 مساء حتى 10 ليلا. وضعنا كاميرات خفية وسوف نرى هذا الحيوان. تابعوا معنا. قد حان الوقت لكي نرى هذا الحيوان، إنه حيوان خطير. سوف نضع الكاميرا ونختبئ ونراه عن بعد، لأنه يطلق كلمات غريبة. تابعوا معي. حيوان غريب، إنه يحتفل لأنه نعم، إنه يصدر أصواته الغريبة، إنه خطير جدا. السلام عليكم صاحبي. طابا شويه. انا مي راني ندير لك لي فيديو هكا، وهذا راه طروازيام فيديو نديرها لك خويا، غير باش نفطنك. هذا ما كان غير باش تعرف واش راك دير، على خاطرش انا ما نكرهك صاحبي، ما بيني وبينك والو، انا ما نكره حتى واحد، راك فاهمني. مي هاد لي فيديو هادو زعما انا نديرهم، هذا راه طروازيام فيديو نديرها لك غير باش تكاكر روحك، زعما باش تشوف روحك كي راك دابا صاحبي. هذا ما كان غير باش تشوف روحك كي راك دير، هذا ما كان زعما كيما نقولوا جيب لنا حاجه اللي تشرف، ولا اسكت خويا، خاطيك هذا الدومان خاطيك، راك فاهمني صاحبي. هذه اللي نقولها لك خويا، راك معايا. ليسونسيال خوتي العزاز، ديديكاس ناس بالعباس، نبغيكم بزاف، نموت عليكم. ولاد عمي تاع كومبيطو وتاع سي الجلالي كوجاكا صاحبي. وديديكاس زميل كومبيطو صاحبي، وديديكاس ليكم نتوما كاع خوتي، كاع لي فان تاوعي، نموت عليكم ونبغيكم بزاف، وتحيا نتوما.